حبيب عبادك يا رب. الجامع اللي احنا فيه النهاردة هو جامع ال5 مآذن، هو أيقونة إسلامية وقلعة تعليمية ومنارة معرفية. وعشان نعرف تفاصيل أكتر يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. الجامع اللي احنا فيه النهاردة هو أهم المساجد في مصر وأشهرها في العالم الإسلامي، فهو جامع وجامعة منذ أكثر من 1000 سنة. وبالرغم من أن إنشاؤه كان بغرض نشر المذهب الشيعي إلا أنه حاليا بيدرس الإسلام حسب المذهب السني. والجامع ده هو أقدم أثر فاطمي قائم في مصر حتى الآن، واللي قام بتأسيسه الجوهر الصقلي، وأقيمت فيه أول صلاة جمعة في 7 رمضان سنة 361 هجرية 972 ميلادية. وبدأت رحلة الجامع اللي أصبح منارة تعليمية لتلقي العلوم والتفقه في الدين، ورمزا بطلابه وشيوخه وعلمائه لمقاومة الظلم والاحتلال على مر الأزمان. والجامع بتبلغ مساحته ما يقرب من 12,000 متر مربع، وله 8 أبواب، وهو كعادة المساجد الفاطمية عبارة عن صحن مكشوف بتحيط به أروقة، أهمها رواق القبلة، واللي فيه أكتر من محراب، وأهمهم المحراب الفاطمي، وهو أحد معالم الجامع القديمة، واللي كان كسوة خشبية تم إزالتها بعد 7 قرون، فظهر المحراب بنقوش وكتابات كانت مخفية خلف الكسوة الخشبية، وتلك الكتابات هي بالخط الكوفي لبعض الآيات القرآنية. هذه النقوش هي القطعة الوحيدة الباقية واللي بيعود أصلها للعهد الفاطمي. وطبعا بالإضافة لانتشار الزخارف الجصية والزخارف النباتية المنتشرة في أرجاء الجامع، واللي بتدل على فنون العصور المختلفة عبر الأزمنة المتوالية. وفي رواق القبلة تنتشر حلقات علمية في مختلف أرجائه، واللي بتجعل منه الجامع والجامعة في آن واحد. وللجامع 5 مآذن، أشهرها مأذنة السلطان الغوري، وهي فريدة من نوعها بحيث أنها بتنتهي برأسين دلالة على ثنائية الأشياء كالليل والنهار والشمس والقمر وهكذا. والمأذنة الثانية الإقبغاوية، وهي أقدم مآذن الجامع. أما الثالثة فهي مأذنة السلطان قايتباي، ومأذنتي أنشأهما الأمير كتخدة، ليصبح عدد المآذن بعدد أركان الإسلام ال5. وكذلك للجامع 3 قباب، وقد ذكر المؤرخون أن بالجامع 7 أضرحة. وكان الجامع بيسمى عند إنشائه بجامع القاهرة، وظلت هذه التسمية غالبة عليه معظم سنوات الحكم الفاطمي، إلى أن تم تغيير اسمه إلى اسمه الحالي، اللي بيرجح المؤرخون أنه مشتق من الزهراء، لقب السيدة فاطمة بنت رسول الله. وبالرغم من أن الجامع قابل تحديات وصعوبات وانتكاسات كثيرة، إلا أنه ما زال إلى يومنا هذا قائما شامخا، تتحدى مآذنه الزمان وتتطاول هامات علمائه السحاب، لا يلين لمعتد ولا ينحني لمتجبر، صادعا بالحق داعيا إليه ما بقيت جدرانه ومآذنه. يا ترى عرفتوا احنا كنا فين النهاردة؟ احنا كنا في جامع الأزهر بالقاهرة. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، وياريت ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات، والسلام عليكم.